إيداع الشرطي الذي أطلق النار على قاصر بالكاليتوس حبس الحراش. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالحراش بإيداع عون شرطة رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، وتم تقديم المتهم أمام نيابة المحكمة ثم إحالته على قاضي التحقيق لأجل السماع إليه والتحقيق معه في حادثة مقتل شاب قاصر بحي الكاليتوس بطلق ناري خرج من سلاح المتهم. وذكرت المديرية العامة للأمن بأن الحادث كان سببه محاولة مجموعة من الأشخاص عرقلة مهام رجال الضبطية خلال عملية مداهمة مسكنين بحي الكاليتوس خلال عملية توقيف عدد من المتورطين في قضية حيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية، وخلالها خرجت رصاصة تحذيرية من سلاح المتهم أصابت الضحية.